السلام عليكم رجاله حنفي في الفانتازي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من فانتازي الدوري الانجليزي، فانتازي بريمير ليج الجوله ال 23، ونجاح التريبل كابتن مع راشفورد 60 نقطه بالتمام والكمال بالبونص والكلام ده كله متعشيه، وانا تقريبا طلعت فوق ال 500 الف مركز، فدي حاجه جميله جدا جدا. فالله ينور ومبروك على رجاله حنفي اللي عملت التريبل الكابتن في الجوله ال 22 على راشفورد. طيب جولة 23 نخلي بالنا عشان فيها دبل، يعني يعتبر الى حد ما كويس. الارسنال والسيتي، ارسنال والسيتي عندهم دبل. الارسنال زي ما هنقول كده مع بعض سريعا كده بورقه والقلم كده، ارسنال هيبقى عندها برينتفورد والسيتي، والاثنين هيبقى عندها هوم على ارض الارسنال. السيتي هيبقى عندها ماتش هوم وماتش اواي. الماتش الهوم هيبقى الفيلا استون فيلا، والماتش الاواي هيكون ارسنال. فهيبقى يعني السيتي لحد ما كويس، ارسنال هنحط عيننا عليها. فهنخش على الجوله ال 23 يعني ونبص كده على سريعا على اللعيبه اللي ممكن نجيبها في الجوله 23، ونخلي بالنا على الفرق اللي عندها بلانكات في ال 25. الماتشات هتبدا يوم السبت بتاعتنا الساعه 2:30، الديدلاين قبلها بساعه ونص يعني الساعه 1 بتوقيت مصر. ما تنساش تعمل تغييراتك وحركاتك وتكاتك قبل الديدلاين. فاول ماتش هيكون ما بين ويست هام وتشيلسي. تشيلسي تعدت الماتش اللي فات مع فولهام، وكيبا مظبطنا، كيبا مظبطنا كل جوله والتانيه 10 بونت 10 بونت بالبونص وتصديات وسيفز، ويعني عامل قلبان. كيبا موسم استثنائي الكيبا صراحه. فعندك كيبا مفيش مشكله خالص. معايا واحد بقى ديفرنشال وريسك محدش كان بيتكلم عليه، وانا الوحيد اللي هتكلم عليه واقول لك عليه، تيجو سيلفا. تيجو سيلفا زي ما احنا شايفين كده سعره 5.5، نسبة الامتلاك 9.1، وبيلعب اساسي 90 دقيقة كاملين، مرة 6 بونت ومرة 8 بونت ومرة 8 بونت. لا، فتيجو سيلفا اختيار من تحت الترابيزة كده محدش بيتكلم عليه خالص، اختيار ممتاز جدا لماتش او ويست هام او تشيلسي عموما. ارسنال بقى وبرنتفورد، اول ماتش دبل لارسنال على ارضها قدام برنتفورد. فنخلي بالنا من حاجه ان ال 23 ارسنال عندها دبل، وكمان ال 25 ارسنال عندها دبل، يبقى استثمار ممتاز جدا. لو هيبقى عندك 3 من ارسنال ممكن نتكلم عليهم، مش هخرج براهم ان شاء الله المنهج اللي احنا بنقوله ده. طبعا اللي عندهم وايت مفيش مشكله، ممكن نفكر بقى في جبريل، ممكن نفكر طبعا في اساسي ساكا معانا واوديجارد وكمان انكيتيا. طيب بالنسبه لمارتينيلي، مارتينيلي مستواه بقى غريب جدا من ساعه ما رجع من كاس العالم. مستواه انا مش قادر احدده بصراحه، هو عندي فحرفيا بفكر ابيع مارتينيلي واجيب مكانه ساكا او اوديجارد، ولا في الاضمن بالنسبه لي احتمال كبير اتجه لساكا. فمش عارف يعني، لو عندك مارتينيلي حاول تبيعه. نتكلم في الناس اللي احنا قلنا عليهم اسمائهم بس، ممكن جبريل، ممكن ساكا، ممكن اوديجارد، واساس طبعا انكيتيا. والناس اللي بتسعى على جبريل خيسوس، لسه خيسوس قدامه شويه مراحل عقبال ما نوصل للجوله 25، ممكن يا يرجع يا ما يرجعش، يلعب ماتش واحد في الدبل اللي هيبقى الارسنال. بالنسبه لبرنتفورد، هو توني الصراحه انا مش عارف صراحه، توني بلانك بقاله كام جوله كده مش عاجبني، هو عندي بصراحه. فانا بفكر الصراحه اقول لكم ايه في اخر الفيديو بتاعنا، اتكلم على تشكيلتي. انا بفكر اعمل سالب 4 الجوله دي. يعني انا مش عارف، الجوله اللي فاتت بتاعت الدبل انا عملت سالب 4 وما اتاثرش بيه خالص، عشان التيب الكابتن كان على راشفورد، التيب الكابتن عوضني بصراحه على اي سالب، وما كانه مش ما اتعملش ولا اي حاجه. فانا بفكر اعمل سالب المره دي على توني، وده هتكلم فيه في تشكيلتي. كريستال بالاس وبرايتون، ميتوما الله يبارك لك الله يبارك لك، هو اللي جاب الجون الماتش اللي فات، وانا اللي كنت مرشحه وقلت لكم يا جدعان ميتوما هو رقم واحد بالنسبه لنا، وخلي عينك برضو على ميتوما. ويعني واستوبيان نفس الكلام. بس في حاجه عايز اقول لك عليها برضو، بفكرك وبذكرك ان الجوله 25 برايتون فيها بلانك، فبرضو عندك واحد مفيش مشكله، يبقى ابدا ظبط فرقتك على اساس لو عرفت ما تبيعش يعني ميتوما. لو عندك بس ميتوما مفيش مشكله، ممكن تمر ب 25 ببلانك على لعيب واحد، مفيش مشكله خالص. انما برضو ما يبقاش عندك 3 من برايتون كده ولا 2 ولا حاجه، وابدا لو عندك 2 ابدا تفكر واحد بيهم من الجوله اللي جايه، الجوله مثلا 24. فولهام وفورست. طيب فولهام بلانك بقى كام فتره مش عجباني، هي تتعادل مش عارف ايه بتاع، الناس اللي كانت جايبه مدافعين من فولهام هم بس اللي استفادوا، وقليلين قوي اللي عندهم دفاع من فولهام. طيب دلوقتي انا بتكلم على ماتروفيتش بقاله فتره بلانك، فهل ده وقت ممكن نجيب حد من فولهام؟ فلا يعني خلينا نركز في الناس الاساسيين، كين، انكيتيا، هالاند، الناس دي الاساس بتاعتنا في الفتره اللي جايه. طب بالنسبه لفورست، تعالى لي بقى، انا اول مره اتكلم على فورست وحدد واحد بعينه وقلتها لكم اول ما جه فورست، هو مين؟ نافاز. نافاز اول ماتش نزل عمل ايه يا باشا؟ عمل 4 سيفز
وخد 2 بونص. يعني لو عايز تفكر في حد ديفرنشال كده معاك، فكر في نيفيز. هيعمل لك تصديات وياخد بونص 2 اول ماتش، هو 4 سيفز و2 بونص على طول وكلين شيت، لان هم اصلا كسبوا الماتش ده. فليه يعني ليه ما نفكرش في نيفيز؟ يعني سعره كام؟ سعره 4 ونص، ونسبة الامتلاك 4%، يعني فاصل 4، مش هقول لك لعبت 4 فاصل 4 من 10. فاختيار ديفرنشال جدا وقوي جدا للناس اللي بتحب تلعب فور فان بقى، وعارفها انا الناس دي. ممكن تجيب نيفيز وهيجيب لك سيفز. ليستر سيتي وتوتنهام. ليستر سيتي عملت ماتش خرافي قدام استون فيلا الجوله اللي فاتت، كسبت 4-2. يعني اللي جاب الاجوان، يعني انا ركز بس على ناس معينه. يعني مثلا ماديسون جاب جول، الراجل كان وحشنا ايناتشو اللي كان دايما بيبقى دكه، عمل 2 اسيست وجاب جول. وبارنز عمل 2 اسيست. طيب انا قلت لكم ماديسون لما بيغيب الفرقه تبقى شلاحات. ماديسون رجع. طيب هو قدام توتنهام ممكن يعمل حاجه في ظل ان دفاع توتنهام برده مش احسن حاجه؟ ممكن. وكمان لوريس حارس المرمى توتنهام اصابه يعني ل4 ل5 اسابيع، فممكن يخش فيهم جون ويديها كلين شيت. ممكن، ليه لا؟ فلو عندك بتفكر في ديفرنشال معاك، ممكن تجيب ماديسون من اول وجديد تاني، ممكن مكان الميرون بقى والناس دي كلها. وبالنسبه لتوتنهام هو خيار الاوحد والوحيد بالنسبه لنا، وهو هيري كين. هيري كين سعره زاد دلوقتي تقريبا، وصل في 11.8. فهيري كين خيار مفيش مفر منه، كمان هيحميك من البلانك بتاع 25 عشان ما يبقاش في عندك بلانكات كتير. توني هيبقى عنده بلانك برضه زي ما قلنا في قبل كده، توني هيبقى عنده بلانك في 25. فالخيار لو معاك فلوس وبتاع يبقى الخيار الكويس بالنسبه لك هو هيري كين. بورنسموث ونيوكاسل. سيبك من بورنسموث خليها على جنب. نيوكاسل برضه خلي بالك هيبقى عندها بلانك في ال 25، فتخلي بالك عشان انت معاك 3 من نيوكاسل والكلام ده كله. في ناس عندها مارج، في ناس عندها بوتمان، وفي ناس عندها بورن، وفي ناس عندها تريبيير، وفي ناس عندها الميرون، وناس عندها ويلسون. ففي ناس عامله لوكشه حلوه من نيوكاسل، فتخلي بالك انت عندك 3 حاول تسربهم 1-1 على الاقل، يبقى معاك تريبيير بس مش اكتر، تخش بيه بالبلانك وتحطه على الدكه. ليدز واليونايتد. وعلى ارض ليدز المره دي. الماتش اللي فات كان الجا في الدبل اللي كان على ارض اليونايتد، والماتش اتعادل 2-2. طيب خلينا برضو مركزين على اليونايتد. الناس اللي عندها راشفورد، الناس اللي عندها برونو فرنانديز، الناس اللي عندها شو. طيب نخلي بالنا برضو ان اليونايتد هيبقى عندها بلانك في الجوله ال 25، فتخلي بالك برضو. بص انا عمال لك ازاي الناس اللي عندها بلانك عشان خلي بالك ان لو عندك 3 من يونايتد تبدا تسربهم 1-1 زي ما انا بحب. يعني بفضل ان انا اعمل الكلام ده من دلوقتي. ممكن ابيع برونو فرنانديز وافكر في حد تاني زي هقول لك عليه لما يجي دور على طول، بس خليك مركز معايا. يبقى خلينا مركزين على 2 في الماتش زي ده، راشفورد او برونو فرنانديز لو عندك، او راشفورد وشو بس كفايه. السيتي بقى واستون فيلا. والسيتي اللي مش عاجباني خالص صراحه، طبعا الماتش اللي فات خسرت برده 1-0 من توتنهام بقدم الامير هاري كين. فالسيتي مش عارف الصراحه، يعني في ناس تقول لك انا هلاعب اكانجي والهالاند طبعا اساسي معانا. طيب مين بقى الاوبشن اللي قلت لك عليه مكان برونو فرنانديز يا باشا؟ اسمع كده معايا، الناس هتقول لي دي بروين، براحتك. لا بس انا مش عايز دي بروين. محرز ماسك فورمه، بلانك الماتش اللي فات مفيش مشكله خالص، بس محرز اوبشن قوي جدا بما انه ماسك فورمه. هيخش فيهم اجوان مع استون فيلا مش عارف، خصوصا ان بعد كانسيلو الدنيا بقت مش مظبطه بدرجه قويه زي ما كنا عارفين السيتي قبل كده. كمان حوار المرفوع عليهم قواضي انه يتسحب منهم الالقاب والكلام ده، مش عارف هيأثر معاهم ولا لا بصراحه. بس تعال اقول لك الاساسيين معاك هم بالنسبه لي انا حنفي، وبنصح رجاله حنفي بيهم. هالاند اساسي معانا مفيش مشكله، ورقم 2 بالنسبه لنا هو رياض محرز، فكر فيه وممكن يجي معاك. ليفربول وايفرتون. نسيب القلم بقى شويه كده. يعني ايه ليفربول يتغلب من وولفز 3 للدرجه دي؟ انتوا اتضحضحتوا يا جدعان. ايه يعني؟ انا مبقتش متخيل. أنا بعد كده اي حد قدام ليفربول هبقى احطه قدامه حد. يعني مثلا ايفرتون انا هقول لكم حد اصلا يبقى قدام ليفربول دلوقتي. ده كمان ليفربول قدامه دوري ابطال داخل فيه، انا مش عارف هيصدوا ازاي فيه بصراحه. يعني يطلعوا بمهزله اللي هم ما شدوش نفسهم شويه في الحوارات اللي بتحصل دي. انا مش هرشح حد من ليفربول اصلا للاسف الشديد، حتى ابو صلاح مش هقوله. ده انا ممكن ارشح لك حد دلوقتي من ايفرتون، وهو مدافع تراكوفسكي بسعره 4.2 وبنسبه الامتلاك 1.5%. يعني الماتش اللي فات جاب جون، وطبعا الدنيا كانت خربانه معاه بونص والكلام ده كله. انا ممكن اقول لك تراكوفسكي قدام ليفربول هيجيب كلين شيت، ليه لا يعني؟ بس يعني ديفرنشال
بنصح بيه رجاله حنفي، انصح بيه رجاله حنفي، على الاقل ما عندهمش حتى بلانك ايفرتون الماتشات اللي جايه ولا اي حاجه، لا ممكن بيخرج ديفرنشال وجميل جدا وبسعره فاصل 4.2، ده حاجه كويسه جدا لاي حد ممكن يحطه قدام ليفربول بقى، خليه معاك في الدكه احتياطي، تعمل بنش بوست بعد كده قدام، هيفيدنا قدام بعد كده ان شاء الله. بعد كده الماتش الثاني سواء للارسنال او السيتي بالنسبه للدبل بتاعهم على ارض الارسنال. فطبعا احنا اتكلمنا وقلنا ارسنال نجيب مين فيها والسيتي يجيب مين فيها، بس انا حاسس احساس كده غريب من جوايا ان ارسنال هتكسب الماتش ده وهتفضل متصدره، ان خلاص حاطط الدوري في دماغها. فاي حد من احنا قلناه في الماتش اللي فات قدام ارسنال قدام برنتفورد او السيتي قدام استون فيلا، لا اي حد فيهم مفيش اي مشكله، خليهم معاك، ممكن يجيبوا لك جوان او ما يطلعوش باي حاجه ويجيب لك كلين شيت. فالماتش ده مش هيبقى مفهوم قوي، بس انا عن نفسي كفه ارسنال عن السيتي ممكن ترجح. فتعال نتكلم بقى في خيارات الكابتنه بتاعتنا في الجوله دي، يا ترى اكابتن مين ولا اعمل مين؟ عندك ماتشين او فرقتين يبقى عندهم دبل ممكن يكابتن حد فيهم. رقم واحد بالنسبه لي انا ساكا في الدبل بتاعه، ورقم اتنين هالاند برضو في الدبل بتاعه. طب لو عايز كابتن ريسك كده خارج الصندوق واروح بعيد كده عن الناس كلها، تعالى يا باشا اقول لك ميتوما قدام كريستال بالاس ممكن يجيب جون، ليه لا يا باشا، ممكن تكابتنه لو انت فور فن وماشيه معاك اي حاجه كده جميله وماشي على الدور الله كده، كابتن ميتوما قدام كريستال بالاس. وبالنسبه لتشكيلتي انا الشخصيه اللي قدام حضراتكم كده، انا ما عملتش اي تغيير فيها، بس بفكر حرفيا ابيع مارتينيلي واجيب ساكا، وممكن اعمل سالب كمان 4 وابيع توني واجيب هاري كين. لسه بفكر الصراحه في التبديله ديت سواء اسلب ولا ما اسلبش، لان لازم اعمل اي تبديل لان بعد كده في بلانكات جايه، فانا مش عارف ممكن ابيع فرنانديز واجيب اي حد تاني، مش عارف لسه بصراحه الدنيا هتمشي ازاي. ممكن ابيع فرنانديز واجيب رياض محرز وابيع توني واجيب كين، ممكن اشوف البادجت بتاعي بيمشي ازاي، لسه مش عارف هظبطها امتى، ممكن النهارده ممكن قبل ديدلاين على حسب البادجت بتاعي والاسعار اللي عماله تعلى كل شويه. طب انا بقى لي مده ما اتكلمتش على الليجا بتاعت اف بي ال حنفي، بتاعت الرجاله بتاعت حنفي، الترتيب بتاعه وصل فين ومين نازل ومين طلع، وحشتوني. تعال نتكلم معاكم بقى، ويا ريت اللي يشوف اسمه يتواصل معايا عشان حابب اعرف تخطيطاتكم ايه للمستقبل والكلام ده كله. تعال نشوف الليجا بتاعتنا ماشيه ازاي. رقم واحد الاول عندنا في الليجا وهو يوسف المسيري، الله ينور عليك. هو يوسف دلوقتي هو الرانك بتاعه نزل شويه، بس هو تعال نقول له هو 6000 على العالم، الله ينور عليك يا يوسف بصراحه. بعد كده الحاصل على المركز الثاني هو عندنا وهو بيبو ما شاء الله عليه، هو 27000 على العالم برضه، الله ينور عليك. مركز مش بعيد عشان الناس تقول لي 27000 ده بعيد، لا يا باشا، اوصل بس ل 27000 على العالم وتعالى اتكلم وقول. بعد كده رقم 3 وهو وليد ما شاء الله عليه برضه، من زمان كان موجود معايا في الليجا وبيطلع وبينزل، هو 55000 على العالم برضه، الله ينور عليك يا وليد، ربنا يوفقك. بعد كده بقى ايه علي، بعد كده ما اعرفش الصراحه رقم 5 ده اسمه ايه، مش عارف اقول بصراحه. بعد كده شريف رقم 6 والخليل رقم 7 واحمد رقم 8 وباسم التاسع ومحفوظ العاشر. فدول اول 10 عندنا في الليجا، ربنا معاكم ان شاء الله. بصراحه فخور ان في ناس زي مثلا يوسف 6000 على العالم معانا في الليجا، الله ينور يا يوسف. هستناك تبعت لي وتكلمني عشان اتواصل معاك واعرف تخطيطك ايه في الجولات اللي جايه وبتفكر تعمل ايه بالظبط. واي حد حابب طبعا يخش الليجا بتاعتنا يشرفني وينورني، هتلاقوا الكود ظهر قدامكم على الشاشه واللينك موجود تحت في الوصف، كمان موجود لينك الجروب بتاع الفيسبوك او تويتر عشان بننزل اي اخبار او اي تسريبات. بس كده بقى، ما تبخلش عليا باللايك للفيديو بتاعك الحلو والجميل، وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصلك، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.